مطعم تركي، ويحطوا لكم اغاني تركيه، كنا صيف في تركيا وهي حار. اي والله تركيا، اشربي الشاي كأنها تركيا، نفس الطعم. يلا احنا جايين كأننا رايحين مسافرين تركيا. وين الخبز؟ excuse me, we have another bread. bread yeah, normal bread. انا ما اقدر اكل بهذا، تقدرون تاكلون بهذا؟ احس ان دائما اذا اروح تركيا اعتبر هذا شكل او للطيور، ما ناكله. انتو نفسي احنا ناخذ نعطي الطيور على انه مال البشر يعني، تاكلونه والله بس اعتبرونه منظر وكأنه للطيور. والله حتعتبروا منظر او للطيور، في تركيا نفس الشيء. يلا بالعافيه. طيب هذا خلوا تاكل منه. متعودين على الخبز البحريني واللبناني، عشان كذي اعطيكم اكونتهم عشان تجون تدخلون حسابهم. اسمه تازا المطعم، ساعدوني يا جماعه اللي في اللايف. اعطيكم السبيلنج لحظه. تازا TA تازا اندرسكور، لحظة ماما بس اسوي شيء. تازا بورك BOR. المكان هادئ وجميل. يلا بنعرفكم على اطباقهم بعد. تازا بورك موجود مدينة عيسى في البحرين، كأنكم في تركيا. المطعم تركي وعندهم بقلاوة إذا تريقتون وراح حابين ترجعون بلدكم السعودية أو قطر أو الكويت أو عمان أو الإمارات، تقدرون تاخذون عندهم بقلاوة تركية موجود هناك، اللي هو على فستق، جميع أنواع. وطبعا عندهم شيف كله تركي، وأكلهم كله تركي، وريوقهم تركي، والبقلاوة اللي عندهم كلها تركية. حلوين بس خفيف من داخل. الأونر مالهم بحريني، اللي يعني المشرف مالهم الأونر. يلا نجرب هذا الخبز. أنا ليش ما أكل هالخبز؟ ما أدري ليش. جابوا طبق بعد، خلنا نراويكم إياه دقيقة عشان المتابعين تشوفون. نطري عشان تشوفون شنو أطباقكم. طبعا هاي الأونر جايبة لكم. يلا تفضلي. هاي طبق الململ أو البيض بالطماط. هذا البيض بالطماط. أوكي. وبيجيب هالبيض الطماط عندهم. أحس إن هذا حق عائلة. أحس حق عائلة، لا؟ حجم عائلي هذا، يعني يمكن 4 أشخاص أو أكثر. بس طبعا لازم بيكون في يقولون لسعة بحرينية، لأن الأكل التركي والإيراني عادة ماصر. جابوا بعد أطباق. ويت بعد في أطباق، لحظة دقيقة نراويكم. هذه بعد أطباق تركية. ويت، هاي فطيرة أعتقد، فطيرة بيدا. إيه اسمها؟ شو اسمها؟ بيدا أو بيدا، يسمونها بيدا بالتركي. نفس الشيء هذه بعد بيدا، واحدة جبن زين، خضار، والثانية بيض مع جبن. هاي المميز عندنا في المحل. شنو هاي أساميها؟ هاي عندنا البوريك. قول يعني زهرة. أيوة. هاي بوريك وردة. هاي بالسبانخ، هاي بالتشيز. هاي عبارة عن لحم، وهاي عبارة عن بطاطس مع جبن. تعيدين عشان الفيديو، تعيدين تشرحين لنا بس لحظة عشان الفيديو. يلا ما بطلعش، بس أياريش نزليها شوي. 1 2 3. في عندنا الفطاير أو نسميها البوريك.
هاي نسميه الكول بوريك، بطاطس مع جبن. هاي كول بوريك لحم مع خضار. أوكي. هاي عبارة عن الكول بوريك، هي بوريك الوردة اسمه لأنه على شكل وردة. عبارة عن سبانخ مع جبن، وهاي بطاطا وهاي على الجبن. هاي مميز عندنا، والمحل كله قايم على هاي الانواع من الفطائر. من الفطائر. طبعا هاي مو بس في البريك فاست، حتى على طول موجود عندكم الى الليل. والكاستمر عندنا للساعة 11 يجي ياكل فطاير. لسه ل 11 لان الحين جاي الشتاء الكل بيجوع. الحين هذه لين الجول بوريك هاي كلها عجاين رقيقة مثل الباستريز، بس احنا اللي نعجنها ونردها. اوكي. جدا نسويها شغلنا يعني. اوكي بجربها الحين. بعد نضيفهم السوب بوريك. اوكي. ثانك يو. خلود. عندهم وايد انواع اطباق للريوق. اوكي. اوكي. نو هي عشان الديكور التصوير. زين هي بعد في عندهم أنا لازم أخذ تصوير حق الفيديو، يمكن شوي أتأخر عليكم وأنا آكل بس معلش. بالنسبة لي المهم أسوي فيديو عشان المونتاج. تمام. بس عندكم خبز العادي؟ ايه لأن أنا ما أقدر أكل البيت بدون الخبز العادي. وقاعد تسوي فريش. تمام. هذا هو اللي يطقطق من شوي. هذا نسجل فيديو يطق. لأن الخبز يحتاج لازم طقله. أوكي هي. الطاولة صارت مرتبة. خلوا نراويكم أطباقهم. تازا بورك. بنات كتبوا اسم الحساب. هاي أطباقهم. مطعم تازا بورك كلها تركية. المطعم تركي بامتياز. الموظفين شو اسمه الشيف أتراك. طبعا الموظفين جنسيتهم أخرى، بس الشيف والأونر بحرينية ولكن ماخذة كورسات في تركيا. جابوا لكم الأكل التركي وفي قعدات لأن الجو وايد حلو برا، بس إن أنا أحتاج طاولة أكثر عشان التصوير فقعدت داخل. مكان كلش حلو مرتب. هاي العربة مرة شو اسمها بعد فيها العربة التركية فيها أشوف نفس هذا. شو يسمونها هاي العربة التركية اللي في الشوارع إذا رحت تركيا؟ شو يسمونها ماما؟ شو يسمونها العربة؟ شو يسمونها العربة اللي برا اللي يحطون فيها؟ ما لها اسم. هم يسمون العربة بعد عربة. زين هاي طبق شنو؟ خلينا نراويكم اياه. عندهم بعد طبق اخر دقيقة. هاي ألذ شيء عندنا في المحل. ألذ يعني البست عندكم هذا؟ بيست ايه. شنو هذا؟ والبست سيلر الجول بوريك والكول بوريك، بس عندنا هاي السو بوريك هاي اللي على اليمين. هاي السو لأنه ماء. هذه العجينة رقيقة نطبخها بالماء تطلع داخل نفس اللازانيا. اوكي. ونحشيها بعد عدة حشوات. أجبان ممكن لحم، ممكن سبانخ مع جبن. وهذه حاليا هذه عبارة عن التبسي بوريك اللي يسمونها بوريك الصينية. بعد رقائق العجين، بس هذه ما نطبخها في الماء، هاي ندخلها على طول في الفرن. كلها تصير كريسبي. الفرق بينهم هاي الطبقات كلها كريسبي، هذه فلافي شوية حلوة كذي كانها لازانيا في النص. وبعد عدة حشوات نسويها، وهاي مميز عندنا. زين بس خليه بصور شو انتين جايبت لنا، بس ما طلع وجهش بس الايادي. اوكي. اوكي. حابة اشيل عنها شيلها خليها هالصوت. اكل واجد وانا داخله في المعده. كل شيء بجرب منه واعطيكم رايي. تمام. العافية. خلي لكم صحن صغيرة. حابة اجيب. لا في اعطونا صحن صغار. اعطونا جابوا كل شيء، بس احتاج خبز اللي هو التركي
نوعين؟ ايوه. الخساره بس ما كنت المفروض اسوي. ايوه هاي المنفوخه. اوكي. في عندنا الخبز الرقيق الحين شيف بسوي. خلود قاعدة تجرب البيض. يلا أنا بعطيكم رأي. الحين أول شي بجرب الأومليت. بعطيكم رأي على المطعم. للحين ما وصل الطعم، نطره. شوف وصل الطعم، إذا وصل الطعم بقول لكم. حلو الأومليت. تاكل جبن؟ جبنهم أحلى من مال تركيا، لأن مال تركيا شوي ثقيل. هاي وايد حلو، حبيت جبنهم. واو. نعم. هذا شنو حب نقول لهم. الحين اللي جربت الأومليت، الحين بروح للبيض والطماط. خلينا نجرب البيض والطماط. ودي منه هذا، ودي على ديك الطاولة ماما، لأن ما جابوا الخبز للحين، فراح أجرب الطعام. نعم. هذا شوي في المحل. نعم. نجرب البيض والطماط وأعطيكم رأيي. تعرفون الأكل التركي بالعادة ماسخ، بنشوف هاي ماسخ والله لا. بسم الله الرحمن الرحيم. تركي صاير بس في بهارات شوية، يعني المطعم صدق تركي، يعني جايبين أكل تركيا، بس بعد تركيا ما يسوون هالحلاوة. أكلهم كله ماسخ، حتى لو كان أغلى فندق في تركيا كله ماسخ، يعني في بهارات شوي بحرينية. واحدة تقول عندهم بلاليط. يا عمري يا حياتي، مطعم تركي مو مطعم شعبي هذا. فعندهم البيض والطماط حلو. زين الحين نجرب الفطائر عندهم. جرب الفطائر. هذا نفس الشيء ماما، هذا نفسه. هذا مو نفسه ماما. لا. اقول ليش نفسه؟ مو نفسه؟ جيبي الصحن بنشوف. يا جماعة نفسه والله مو نفسه. جابوا اومليت اثنين، جابوا كذي اثنين، نفسه ماما. اوكي نفسه. هذا بالفلفل، هذا حار بالفلفل القرون، وهذا العادي. يلا نجرب الأكل التركي. ساخن تو مسوى. حلو هذا، حلو، بس صاير الخبز صاج. حلو هذا، حبيت. تقدرون تطلبون العصر المغرب تجون تازة بورك وتطلبونه وايد حلو، والقعدات بعد حلوة. شنو الفرق بين هذا؟ ذاك حار هذا مو حار صح؟ هذا جبن مع خضار، هذا بيض مع جبن مع خضار. فاللي ما يحبون البيض اي هذا جبن مع الخضار، الثاني على بيض. خلينا نجرب البيض ماما، تعطيني اياه. اعطيني البيض، اعطيني اللي بالبيض. انا عبالي حار طلع بالبيض. هاي ما صورته لحظة. أنا الآن كمية جوز ليمون. والله عندهم أطباق حلوة. خليك تشتري، بصور ماما أشيله. جوري كذي، طقي الحبة. لا طلع مقلوب لحظة. انتي بس جوري، يعني بطق الحبة، لا تغيري الاتجاه.
بس الحين بجرب اللي بالبيض. بالبيض احلى بعد صاير. حبيت. شوف الفطاير فيها بيض واجبان. حبيت. صدق ريوقهم تركي بس احلى من الطعم التركي. لا قاعدة مكانه. شوف الفطيرة. وايد عجيب. ترى اللي بالجبن حلوة بس بالبيض بعد لذيذة. وشايهم تركي. ويت يتبس لنا هنا. ويت فيديو. اوكي وات ذس؟ يتبس لنا. جوزة؟ بس لنا. شنو يعني؟ خلت تجي الحين البحرينية تشرح لنا. This with the هاي مع بيض وهاي مع الجبن. يلا اشرحي لنا. اجي اعطينا اياه واشرحي لنا عشان يكون افضل. احط الكاميرا عليه عشان نعرف الفرق. دقيقة.